الإتجار في البشر والسجن المشدد، دي كانت التهمة والحكم في قضية حنين حسام ومودة الأدهم. مودة وحنين اتوجه لهم اتهامات الإتجار بالبشر، وده بسبب فيديوهات انتشرت كانوا بيحاولوا فيها استغلال البنات اللي عندهم 18 سنة أو أكتر للعمل من خلال منصات السوشيال ميديا، وإنهم كمان يقبضوا بالدولار. في تحقيقات النيابة حنين حسام اعترفت بالتهمة، ولكنها كانت بتحاول تقنع النيابة إن كل حاجة بتدور في إطار الاحترام، وده اللي ما اقتنعتش بيه النيابة ولا المحكمة. حكمت محكمة الجنايات على حنين ومودة بالسجن والغرامة، وكان الحكم على حنين الحبس 10 سنين وغرامة 200,000 جنيه، وحكم مودة الحبس 6 سنين وبرضه غرامة 200,000 جنيه. لكن الفرق بين مودة وحنين إن حنين ما كانتش حاضرة المحاكمة، حنين هربانة وما نفذتش حكم المحكمة بالضبط والإحضار قبل الجلسة. ودلوقتي حنين بقت هدف كبير للشرطة وهيتم القبض عليها في أي وقت، ولكن لما يتم القبض عليها وحسب القانون المصري هيتم إعادة محاكمتها. أما بالنسبة لمودة فهي دلوقتي قدام طريق واحد وأخير، وهو فرصة الطعن قدام محكمة النقض، وساعتها هيحصل حاجة من التلاتة: ممكن المحكمة تأيد حكم الحبس والغرامة، وممكن تخفف الحكم، وممكن تاخد براءة، وده الأمل اللي بتعيش عليه دلوقتي مودة الأدهم. لكن الأكيد إن حنين هيفضل موقفها قدام المحكمة صعب لأنها ما نفذتش حكم الضبط والإحضار، والأكيد برضو إن مودة وحنين هيكونوا عبرة لأي حد يحاول يكسب فلوس من السوشيال ميديا بطريقة غير قانونية أو ملتوية.